قلعة جعبر. تقع قلعة جعبر في مدينة الرقة في شمال وشرق سوريا على ضفة نهر الفرات، وتعتبر القلعة من أحد المعالم الأثرية المهمة في المنطقة. تقع القلعة فوق هضبة كلسية هشة، ويصل ارتفاع قمتها إلى 347 متراً فوق سطح البحر. لهذه القلعة شكل متطاول يبلغ طوله من الشمال إلى الجنوب 320 متراً، ومن الشرق إلى الغرب 170 متراً، ويحيط بها سوران ضخمان، أحدهما داخلي والآخر خارجي، ولا يفصل بينهما سوى بضعة أمتار تشكل ممراً بين السورين، ويضمان عدداً كبيراً من الأبراج الدفاعية يزيد عن 35 برجاً. تاريخ قلعة جعبر يعود إلى العصور الوسطى، حيث تم بناؤها خلال القرن ال11 الميلادي. تم استخدامها كمركز دفاعي واستراتيجي لحماية المدينة والمنطقة المحيطة بها، وقد تم تصميم القلعة بشكل يتيح الرؤية الواسعة والسيطرة على المناطق المحيطة بها. تتميز قلعة جعبر بجدرانها الضخمة والأبراج الدفاعية والبوابات القوية التي تمنحها مظهراً مهيباً. كما تحتوي القلعة على ساحات وقاعات ومعابد تعكس العمارة العسكرية والدينية في تلك الحقبة الزمنية. تعد قلعة جعبر وجهاً سياحية شهيرة، حيث يأتي الزوار من جميع أنحاء العالم لاستكشاف هذا الموقع التاريخي الفريد والاستمتاع بإطلالاته الساحرة. يمكن للزوار استكشاف أروقة القلعة والتجول في ساحاتها والاستمتاع بالمناظر الخلابة للمدينة القديمة. تعتبر قلعة جعبر جزءاً من المدينة القديمة في الرقة، وهي مدرجة ضمن قائمة اليونسكو للتراث العالمي. ومع ذلك فإن القلعة تضررت بشدة خلال الصراعات الأخيرة في المنطقة، بما في ذلك الصراع ضد تنظيم الدولة الإسلامية. إن الأحداث منذ عام 2011 أدى إلى إهمال القلعة وسرقة وتخريب الممتلكات الموجودة فيها من قبل الفصائل التي سيطرت على المنطقة، وتحويلها إلى ساحات للتدريب العسكري، الإضافة لسجن مركزي في فترة سيطرة تنظيم داعش. كما ظهر بعض التصدعات والتشققات في سور القلعة وبعض الأبراج الدفاعية، وخاصة برج الغريب. ومع ذلك تجري حالياً جهود لإعادة بناء واستعادة القلعة لإعادة إحياء تاريخها العريق.